eu tô tipo Nina Bravanel mandando a mídia se fuder. السؤال هنا بقى، هل فعلا كميات البروتين اللي الناس بتاكلها في الترند ده الجسم هيستفاد بيها وهتبني عضل؟ قبل ما اجاوب على السؤال محتاج الرجاله اللي بتعمل الترند ده قولوا لي انتوا بتشتغلوا ايه. والفيديو ده مش معمول للناس اللي بتعمل الترند، الناس كلها محترمه على دماغي، وانا برضو اكيد عارف ان هم عارفين المعلومات اللي انا هقولها دلوقتي، بس انا قلت اقولها عشان الناس اللي بتتفرج ما تقلدش وخلاص. مبدئيا كده احنا بنحتاج من 1.6 ل 2.2 جرام بروتين لكل كيلو من وزن جسمنا. طيب انا دلوقتي لو كلت اكتر من كده الباقي ده بقى هيروح فين؟ الجسم هياخد اللي هو محتاجه والباقي هينزل كفضلات. بس المشكله بقى مش هنا، المشكله ان الكلى هي المسؤوله عن استخراج الفضلات دي من الدم، فطبعا بتضطر الكلى تعمل مجهود كبير قوي عشان الكميه الكبيره اللي دخلت، فطبعا دي حاجه ممكن لا قدر الله تؤدي لمشاكل كتير قوي في الكلى. ده غير كمان ان هي بتضطر تستخدم ميه اكتر، فدي حاجه طبعا ممكن تعمل جفاف كبير، وده طبعا غير الانتفاخ والمشاكل الكتيره اللي هتحصل في الهضم. قلت اوصل لكم الفكره لان انا متاكد ان اي حد بيعمل الترند ده طبعا دي مش حياته، هو مش كل يوم بياكل 500 600 700 جرام بروتين في اليوم، لان دي طبعا حاجه مش منطقيه، هو مجرد ترند وخلاص. وانتظروني بقى في تحدي ال 1000 جرام بروتين في اليوم، دي عايزه ميزانيه دوله. واخر حاجه طبعا ما تنسوش ان التفاصيل بتفرق.